منطقة العرقوب بمديرية المحويت مكان وقوع الجريمة، مشيرة إلى أن الجاني متزوج ولديه 4 أبناء. جريمة شنعاء بحق هزت أرجاء المحويت وربما ارتعشت قلوب الجميع لهولها، ليس لأن الضحية كانت امرأة أو لأن الواقعة نزلت على قلبها رغم كبر سنها، فالمؤلم جدا أن الأم فارقت الحياة بفعل فلذة كبدها وولدها العاق بعد أن منحته من سنينها العشرات ومن عمرها أجله وأقواه. في عزلة العرقوب بمحافظة المحويت أقدم الشاب العشريني بوحشية حيوانية على ذبح أمه ليلا في مشهد مروع أصاب المنطقة والمجتمع عموما بالذعر والدهشة لهول الفاجعة، فيما اكتفت الأجهزة الأمنية بالقبض على الجاني تمهيدا لإحالته إلى الجهات المختصة على أمل إيقاع أقصى العقوبة القانونية الرادعة بحقه. تم اليوم إلقاء القبض على الجاني إبراهيم محمد حسن الذيباني 25 عام نتيجة لذبح المجني عليها أم فاطمة حسن الأضرعي 65 عام. الأسباب حالة نفسية وتم إيداعها السجن المركزي وحالتها إلى جهات الاختصاص. تبلغنا صباح يومنا هذا عن حدوث ذبح لأم تبلغ من العمر 65 عام من قبل ولدها، وهذه ظاهرة خطيرة تظهر في مدينة المحويت. النتيجة لذلك هي العامل الاقتصادي له دور رئيسي فيما يحدث. الشخص عاطل له أولاد عمره 25 عام ساكن في صنعاء، فحضر إلى المحويت في بيت صغير. المعيشة يعني أرهقته وجعلته يخرج عن نطاق معيشة الناس، يعني مما سبب في ذبح والدته بطريقة شنعاء. تم الإجراءات انتقال مدير أمن المديرية إلى موقع الحادث، ضبط المتهم، إيداعه السجن المركزي، دفن الجثة بموجب طلب أولياء الدم. إجراءاتنا مستمرة ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن يجنب البلاد مثل هذه المصائب نتيجة للدافع السياسي أو الاقتصادي الذي سبب في انهيار الناس ومعيشتهم حتى جعلهم يفقدون حنان الأبوة والأم. لا يوجد مطلقا لمرتكب الجريمة أو أمثاله من مبرر مهما كانت توجهاته الطائفية أو حتى الدينية، فضلا عن أن يكون لضعف الوازع الديني علاقة بإقدامه على تقديم هذا الجزاء لوالدته. أما أن يلقى باللائمة على حالته النفسية السيئة أو اختلال توازنه العقلي فذاك ما يرفضه الدين والمجتمع والعرف، فيما يؤكد الكثيرون أن الفطرة السليمة يستحيل أن تدفع الشخص إلى ارتكاب مثل هذه الأفعال حتى وإن فقد عقله تماما. ونتحول إلى الأخبار العربية والدولية، حيث كشفت تقارير أمنية مصرية